الوصفة هذه تاع اللحم المحمر في الكوكوط كل عام نديرها، يجي طايب زبدة بواحد لاصوص خاطرة، لازم تجربوها. نقولوا بسم الله، نبداو بطريقة التحضير. جيبوا كمية اللحم اللي تكون عندكم. عندي البصل، الثوم، المطاخد، توابل. اول حاجه رايحه نبدا اني نقلي اللحم تاعي في لا مارغارين. درت هنا غرفه كبيره من مارغارين ديما، زدت لها شويه تاع الزيت ورايحه نقلي اللحم تاعي. اول مرحله يعني لازم يتقلى مليح مليح، مره على مره راكم تقلبوا فيه حتى يعني يولي لونه ذهبي. من بعد رايحه نزيد له حبه بصل كبيره اللي كنت قطعتها الى جوانح. عندي هنا الثوم. بالنسبه للتوابل ملح، فلفل اسود، كزبر، كمون، كركم. وايضا رايحه نزيد قرنفل، نجمة الارض والقرفه اللي لازم يمدوا نكهه هايله. زدت ايضا غرفه تاع لاموطارد ونخليهم يتقليو حتى يتعسلوا ويذبل كامل هذاك البصل. نزيد 3 كيسان تاع الماء سخون ونسكر على لاكوكوط بين نص ساعه حتى 40 دقيقه، ونتحصل على اللحم طايب زبده واحد لاصوص خاطره وبنينه. المهم يعني متكثروش بزاف الملح. كنت رافقته مع الروز كنت طيبته غير في الماء. من بعد زدت له مرفه تاع مارغرين وزدت له من هذيك لاصوص اللي كانت عندي. نفس الشيء بالنسبه للبطاطا، يعني كنت قليتها وزدت لها من هذه لاصوص. جربوا هذه الوصفه رايحه تجيكم خير من المطاعم، تفرحوا بها عائلتكم. وثاني نوصيكم اذا جاوكم ضيوف ديروها لهم وبصحتكم.